حاجة خلت كل العيون تتركز على محمد صلاح، مش عشان جول ولا تمريرة حاسمة، لا المرة دي علشان ساعة، ومش أي ساعة، دي ساعة ب1,000,000 دولار. محمد صلاح نجم ليفربول ظهر وهو بيوقع على عقده جديد مع النادي، والناس كلها كانت مبسوطة، لكن في حاجة تانية خدت الأضواء كلها، الساعة اللي كان لابسها. الموضوع مش مجرد ساعة غالية وخلاص، دي ساعة نادرة من شركة سويسرية اسمها ريتشارد ميل. الشركة دي عندها فروع قليلة جدا حوالين العالم، منهم بس فرع واحد في لندن، والباقي في أماكن زي أمريكا وسنغافورة والكاربي. الساعة دي مش بتتباع في أي مكان، وعلشان تشتريها لازم تكون من نخبة النخبة، وسعرها حوالي 1,000,000 دولار أمريكي. الساعة دي بتشتغل بنظام اسمه توربن يدوي، ودي بيقلل تأثير الجاذبية على دقة الوقت، يعني حرفيا التكنولوجيا اللي فيها معمولة زي اللي بيستخدموها في سيارات الفورمولا 1. وكمان لازم تزودها يدوي كل فترة، مش بطارية ولا شحن. وفيها مؤشرات للساعات والدقائق ووظائف تانية كتير، متصممة بدقة هندسية خرافية. الساعة دي مش بيستخدمها أي حد، لا دي بيستخدمها نجوم تقال في عالم الرياضة، وفرناندو ألونسو ويوهان بليك وحتى دروجبا. يعني صلاح كده داخل في نادي الصفوة، مش بس في الكرة، كمان في الأناقة والفخامة.